اهلا بكم واتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبه سريع لمروحه لابتوب فئه سعر اقل من 500 جنيه وهتجدها على نونو امازون، وهتجد الموديل الخاص بيها في عنوان الفيديو. المهم عشان ما اطولش عليكم نبدا بفتح العلبه. تحفه، الوانها جميله جدا، مفروض فيها اضاءه لون احمر، وده موديلها اف ان 813. شوف من الخلف، اضاءه حمراء، 5 مراوح وقابلة للتعديل اللي هو الارتفاع مستويات، واعتقد فيها حامل موبايل. هنا فيها خبطة، وعشان كده دايما انا بحب افتحها في فيديو عشان لو فيها عيب كده ولا كده. المهم يلا نفتح. انا مش لاقي القطر، هنفتح بالسكينة. البلاستيك بتاعها كويس، والمعدن برضو جزء المعدن كويس. نشوف التعديل بتاع المستويات. المعدن قوي جدا، حلو، بس انا اصلا يعني مش بحب ارفعها للدرجة، لكن نشوف مستوياتها. فيها دي عشان اللاب ما يسقطش لما تيجي ترفعها رفعة عالية. كده اللاب مرفوع عشان ظهرك. لا بصراحة الخامات محترمة جدا يعني. انت شايف المعدن قوي ازاي؟ عارف واضح ولا لا؟ والبلاستيك بتاعها يعني مش بطال، مش ضعيف يعني، كويس. انا بالنسبة لي اعتقد ان انا هستخدمها اصلا من غير مستويات الرفع يعني. هنا فيها سفنج عشان ما تتحركش. هنا هنجد فيها الموديل، سيريال نمبر. المفروض دي كده عشان اللاب لما تيجي ترفع من ورا ما يسقطش، لما طول ما انت مستخدمه كده اعتقد ما فيش مشاكل. نشوف الرفع هنا. لو هنرفع ده اقل مستوى، ده اعلى مستوى. بدون مستوى تحسها ايه، مستوية يعني، مش عالية من ورا مثلا. معاها كتيب ارشادات مكتوب عليه الموديل برضو. لابتوب تبريد، دي خاصة بالموبايل، مش عارف فين، غالبا كده. سوري. ده الجزء الخاص بالموبايل، يركب هنا، واعتقد برضو بيركب الناحية التانية. يا بتمسك في حاجة يا أخي. فيها كليبس يعني. المهم هو بيركب هنا برضو، او بيركب الناحية التانية، يعني هو بيركب من ناحيتين برضو. عايزين نشوف الإضاءة بتاعته. في مدخلين يو اس بي. انا معايا باور بانك قديم، ممكن نجرب بيه.
صوت المراوح واضح. يعني التبريد مش بطال، كمان ده الجزء ده معدن فهيساعد شوية، والتصميم برضو حلو يعني. بس الإضاءة ضعيفة، يعني أنا مش عارف ملاحظين ولا لأ، بس يعني كاتبين إضاءة حمراء بس يعني ضعيفة جدا، لازم أطفي النور المكان غالبا عشان يظهر. الإضاءة مش قوية للدرجة، اللون يعني هي منورة أهو، أحمر هنا بسيط، هنا 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 هنا، بس يعني ضعيف. لما رفعتها شوية عن الأرض حسيتها بدأت تجيب هوا أحسن. يعني ده فتح علبة سريع كده. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال يفضل في التعليقات، لأن دي هتكون الاستخدام الشخصي زي ما أنا عملت فيديو فتح علبة اللابتوب. فدي طبعا مروحة اللابتوب. لو اشتريت حاجة تاني زي ماوس وكيبورد لاسلكي قريبا برضو هعمل له فتح علبة. المهم أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وحد عنده أي سؤال يفضل في التعليقات، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. سلام.